عايز اديك تكه كده لما اجي اقول لك مثلا 9 في 5، انا مش عايز افضل اضرب 5 في 5 في 5. طب اعملها ازاي؟ ببساطه انت هتقول ان الخمسه هتتكرر 9 مرات، يعني الخمسه هتتكرر 10 مرات، وبعد كده هطرح منها واحد. لو جيت افكر في دي هتلاقي هي دي، ان عندك 10 ناقص 1 9، والخمسه هتتكرر 9 مرات. هنا برضه انت هتكرر الخمسه 10 مرات، بعد كده تكررها مره اللي هي تبقى 5، يعني 5 في 10 انت بتكرر ال10 5 مرات، فانت هتقول 10 20 30 40 50، يبقى 5 في 10 50. وبشكل عام جدول 10 انت بتحط صفر قدام الايه؟ قدام العدد. ف5 في 10 ب 50، 10 في 9 ب 90، ف 10 ناقص 5 في 1 ب 5، هي 50. هي 5 في 10 ب 50 خلصنا، يعني انا مش عارف ليه مكرر ال 10. يبقى 5 في 10 ب 50، ال 50 دي تاخد منها 5 يطلع لك 45 اللي هي ايه؟ اللي هي 5 في 9. يبقى 5 في 10 ناقص 1 هي ال 50 ناقص 5 هي ال 9 في 5 هي ال 45. يبقى جدول 10 ده سهل، وجدول 5 سهل، وجدول 9 هو جدول 10 ناقص التكرار العاشر. يبقى جدول 9 هو جدول 10 تاخد منه التكرار العاشر. وقلنا جدول 10 بنحط قدامه صفر. جالنا واحد محترم قال لك ان جدول الضرب ده احنا هنفكر فيه وهنحله، وجدول الضرب دوت هيسهل علينا ان احنا نحسب الاعداد الكبيره زمان بقى قبل ما يبقى في آلة حاسبه. يعني انا عايز احل معاك فكره معينه. احنا مش قلنا ان الضرب هو تكرار الجمع؟ لو انا قلت لك 2 في 3، 2 هتتكرر كم مره؟ 3 مرات، يعني 2 و2 4 و2 6. طب تخيل معايا لو انا قلت لك سالب 2 كرر كم مره؟ كرر 3 مرات. يبقى عشان احل المساله دي عندي كذا طريقه، بس الطريقه الاساسيه ان انا بترجم المساله دي لكلام. فانا بقول سالب 2 هتكرر 3 مرات، سالب 2 وسالب 2 يعني سالب 4، خسر 2 وخسر 2 يبقى خسر 4، بعد كده خسر 2 كمان يبقى خسر ايه؟ 6، يبقى سالب 6. يبقى احنا عندنا السالب 2 في 3 بسالب 6. وقاعده عامه انا عملت ايه عشان تختصر نفسك الوقت؟ انا ضربت الاثنين في الثلاثه عادي خالص، حطيتها 6، وضربت السالب في الموجب اللي هنا، مش ده اشارته موجب، يبقى ضربت الاثنين في الثلاثه طلع لي 6. اما بالنسبه للسالب اللي هنا والموجب اللي هنا فدي حاجه اسمها ضرب الاشارات. وضرب الاشارات انا مش عايز اقوله دلوقتي، بس انت هتكتشفه لوحدك كمان شويه. في الاساس انا بضرب الاثنين في الثلاثه احطها هنا، بعد كده اشوف الاشارات. ولكن عشان نسهل على بعض احنا هنقول ان هو مشي لورا او رجع بظهره لورا خطوتين. كم مره كرر العمليه دي؟ كم مره؟ 3 مرات، يبقى رجع بظهره 6 مرات. لاحظ معايا انا لو قلت لك 2 في سالب 3 ده كأن بالظبط بقول لك انه كرر السالب 3 مرتين. كرر السالب 3 يعني خسر 3 وكررها تاني فخسر 3 تاني، يبقى النتيجه النهائيه انه خسر 6، وده نفس اللي فوق. يبقى انا عندي هنا ان الضرب عمليه تبادليه، ولكن كمان الاشاره هنا او هنا طالما الاشاره في مكان واحد، الاشاره موجبه هنا وسالبه هنا او موجبه هنا وسالبه هنا، كلتا الحالتين هيطلع لي النتيجه سالبه. تعال نكمل. لو انا عندي السالب 2 في السالب 3، دي بقى مشكله، دي انت مش هتعرف تكررها. ليه؟ السالب 2 هتكررها ازاي سالب 3 مره؟ مش هينفع. انا عارف انت هتقول لي السالب 2 ده سالب وهنا سالب، فسالب في سالب بموجب. هقول لك ماشي، بس ليه السالب في سالب بموجب؟ ما انا لو ما فهمتش هبصمج، وانا مش عايز ابصمج. حل الفكره دي او حل المشكله دي ليه كذا طريقه. فتح لي دماغك. اول طريقه هي طريقه رياضيه بالرموز فقط، ارقام ورموز وبس. ثاني طريقه هي طريقه التفكير المنطقي. تعالى في الاول نفكر في الموضوع ده تفكير منطقي، لان المنطق هو الاساس. هتلاقي نشوف ازاي نحلها بالرياضه. خلينا اول اقول لك معلومه كده، ان لو قلت لك 2 في 1 يعني 2. طب 2 في 0، هو انا هنا كررت الاثنين مره حطيتها، هنا كررت الاثنين 0 مره، يعني ما حطيتش حاجه اصلا، يعني ما حطيتش 2. اي رقم بيتضرب في 1 يعني نفس الرقم، اي رقم بيتضرب في 0 يبقى هو الصفر، لاسباب كتير من ضمنها ان الصفر يعني لا شيء. يعني انا مش هكتب هنا حاجه، اقوم جاي مسح دي مسح دي واقول لك ده 2 في لا شيء، في الولا حاجه. الولا حاجه يعني صفر، يعني ولا حاجة. زي ما هنا الاثنين اتكررت 1 مره، هنا الاثنين هتتكرر 0 مره، يطلع لك الناتج صفر. من هنا بناخد قاعده ان اي عدد في صفر بيبقى بصفر. انا عايز دلوقتي اترجم دول لكلام عشان اعرف افكر فيه بالمنطق. الجزء ده كده يعني انا عندي شخص، ممكن مثلا نعمل كده خط، نفترض مثلا ان الشخص ده واقف هنا. الشخص ده كده علامه السالب معناها انه باصص في الاتجاه الشمال، ده كده شمال وده يمين. علامه السالب معناها انه باصص في الاتجاه المعاكس ناحيه الشمال. هيمشي خطوتين، يبقى هنا كده هيمشي خطوتين، يمين ولا شمال لسه ما قررتش، هو لسه واقف مكانه، بس ان شاء الله نوى يمشي خطوتين. هيكرر عمليه مشي الخطوتين كم مره؟ 3 مرات، بظهره او بوشه مش عارف، بس هو باصص الشمال كم مره؟ 3 مرات. تيجي وظيفه السالب دي لما بيبص في حته مش بينوي يمشي فيها. يعني انت في الطبيعي لما تبص لقدام ده معناه انك هتمشي لقدام. طب لو لفيت وشك وبصيت لورا ده معناه انك هتمشي لورا. تيجي بقى وظيفه العلامه دي قالت لك انك هتمشي بظهرك. جالك المعلم ده بقى راح ايه؟ هيمشي بظهره، فمشي خطوه وبقى واقف هنا، بعد كده مشي خطوه ثانيه بقى واقف هنا. الحمد لله مشي الخطوتين. شايف الحته دي بقى هيكررها كم مره؟ 3 مرات. يبقى ادي تكرار خلاص، مشي خطوه ومشي خطوه ثانيه. هيكررها مره ثالثه، مشي خطوه ومشي خطوه او خطوه ثانيه. تيجي تبص الشخص ده مكانه فين دلوقتي؟ مكانه هنا، هنا باصص فين؟ باصص كده لانه ماشي بظهره. لو انا جيت سالتك هنا بتساوي، ده معناه ان عايز اعرف مكانه دلوقتي فين. عايز اعرف مكانه. تعرف مكانه ازاي؟ بانك تعد. هو كان واقف هنا فين؟ كان واقف عند الصفر، انت في مكانك يعني لسه ما اتحركتش، يعني واقف عند الصفر. مشي هنا بقى 1، بعد كده مشي
مشي هنا بقى 2، بعد كده مشي هنا بقى 3، بعد كده مشي هنا ب4، بعد كده مشي هنا 5، بعد كده مشي هنا 6. لقيت ان النتيجه 6 هي حاصل ضرب العدد ده في العدد ده. بعد كده بقى عندك هنا سالب وسالب، انا مش عارف نتيجتهم ايه، بس اللي انا ملاحظه ان انا ماشي ناحيه اليمين 6 خطوات، يبقى انا مكاني دلوقتي هو ناحيه اليمين كام خطوه؟ 6 خطوات. خد الكلام ده طبقه على دي، بس ما تطبقوش بتكرار المكسب او كده، لا طبقه على مثال الحركه، الشخص اللي اتحرك لقدام ولورا. تلاقي ادي الطريق اللي احنا فيه، هنا يمين هنا شمال، صاحبنا ده واقف هنا في النص باصص يمين ولا شمال مش عارف، تعال نشوف كده باصص يمين ولا شمال، هو باصص شمال صح، باصص كده شمال. هيكرر العمليه دي كم مره؟ 3 مرات. باصص شمال وقرر انه يمشي في اتجاه معين لسه مش عارفين 3 مرات. علامه الموجب دي يعني هو مشي بوشه مش بظهره، علامه السالب دي كان قلنا كتبنا هنا بظهره، هنا بقى ايه؟ بوشه. مشي بوشه مرتين او خطوتين، وكرر هذه عمليه المشي كررها 3 مرات. يبقى هو واقف هنا هيمشي خطوه خطوتين، هيكرر العمليه دي كم مره؟ 3 مرات. ادي 1 ادي 2، بعد كده هيكررها تاني 1 2. تعالى نعد، عندك هنا صفر، عندك 1 2 3 4 5 6 خطوات. يمين ولا شمال؟ لا ده هو مكانه دلوقتي شمال، بقى واقف هنا كده ولسه باصص الناحيه دي. وقوفه ناحيه الشمال ده معناه ان هو سالب. سالب ايه؟ سالب 6 خطوات، يبقى سالب مكانه واتحرك ناحيه الشمال عدد 6 خطوات. قلنا هنا موجب 6. الهري اللي انا هريته ده كله عشان ايه؟ او عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل معاك ان لو عندي عدد موجب اتضرب فيه عدد موجب فالناتج بيكون عدد موجب الف وب. عند اي عدد موجب اتضرب في اي عدد موجب بيطلع لي عدد موجب، اللي هي اول واحده. جبت انا عدد سالب ورحت ضربه في عدد موجب، الناتج هيطلع لي عدد سالب. ازاي؟ اهو قاعدين نهري فيها بقى لنا نص ساعه. 2 في 3 ب6. السالب دي يعني باصص شمال مشي خطوتين، كرر العمليه 3 مرات وهو ماشي بوشه. الموجب دي يعني بوشه. السالب دي او الاشاره الاولى تدل على باصص فين. العلامه اللي هنا تدل على مكانه دلوقتي يمين ولا شمال، تقدم للامام ام رجع للخلف. عدد السالب في العدد الموجب بيطلع لي سالب. لو جبت عدد سالب ورحت ضربه في عدد سالب، منطقيا كل الكلام ده منطقي لسه ما دخلناش في الرياضه، عدد سالب في عدد سالب الناتج هيطلع لي عدد موجب. ايه الدليل على ده؟ الموجب ده جه منين؟ ما اعرفش جه منين، بس اللي اعرفه ان انا هنا لما ضربت عدد سالب في عدد سالب طلع لي ان 3 في 2 ب6، وطلع لي ان السالب ده يعني بص شمال، والسالب ده يعني مشي بظهره فهو مشي كده. لما مشي كده ده معناه انه طلع لقدام، طلع لقدام يعني موجب. يبقى احنا من هنا او دلوقتي اكتشفنا، ما اثبتناش، احنا اكتشفنا ان الموجب في الموجب بموجب، وسالب في موجب بسالب، وموجب في سالب بسالب، وسالب في سالب بموجب. تعالى بقى نشوف الحوار ده رياضيا، شوف الكلام ده بقى كده بالرموز مش بالترجمه، احنا ترجمناه بس احنا عايزينه بقى بالرموز. قلنا اي عدد بيتضرب في صفر بيبقى صفر. لو انا جيت هنا قلت سالب 3 وضربتها في صفر، انت قايل لي ده معناه هيطلع بصفر. انا جبت السالب 3 فتحت قوس وقلت 1 ناقص 1 بيساوي ايه؟ هو 1 ناقص 1 بايه؟ بصفر، واي عدد بيتضرب في صفر بصفر. السالب 3 دي في 1 يعني سالب 3 في 1. بعد كده بحط زائد، بعد كده بقول سالب 3 في ده اللي هو سالب 1. ليه حطيت هنا موجب وهنا كان في سالب؟ لان الاصل هنا موجب وعندي هنا يبقى العلامه اللي هنا هي موجب واشاره العدد اللي جوه هو سالب. يبقى 1 زائد سالب 1 يعني صفر. كسب 1 بعد كده كسب خساره الواحد يبقى خسر الواحد، يبقى دي كده معناها ايه؟ صفر. هضرب السالب 3 اهي في السالب 1 زي ما هو وجمعته، الناتج ده لازم يطلع لي ايه؟ لازم يطلع لي صفر زي اخواته. السالب 3 في 1 يبقى سالب 3 زائد دي 3 في 1 ده طبعا الناتج لازم يطلع صفر. 3 في 1 ب3، وعايز احط هنا اشاره، احط الاشاره هنا ايه؟ مش عارف، لازم احط هنا اشاره. عندي هنا سالب وعندي هنا سالب، اضرب السالب في السالب؟ لا انا لسه ما اكتشفتش ان السالب في السالب بالموجب، فانا مش عارف احط ايه، ولكن اللي انا اعرفه ان لازم احط هنا اشاره، والاشاره دي تحقق لي المعادله دي. المعادله دي اللي هي ان خسر 3 بعد كده كسب 3 يطلع لي صفر، فهنا لازم احط علامه تدل على المكسب اللي هي ايه؟ ازاي؟ يبقى النتيجه النهائيه ان سالب 3 زائد 3 بيساوي صفر، ودي نتيجه منطقيه. خسر 3 بعد كده كسب، اللي هي دي كده يعني كسب، يبقى هنا كسب مكسب ال3 وهنا خسر ال3 يبقى ما كسبش ولا خسر. يبقى ده كده ببساطه فكره ان سالب في سالب بموجب. تاني في السريع، سالب 3 في صفر بصفر. جيت انا هنا قلت الصفر ده عباره عن 1 ناقص 1، الواحد ده يعني كسب 1 بعد كده كسب خساره الواحد صفر، يبقى دي كده كلها صفر. يبقى 3 في صفر بصفر اللي هي دي، كلام مظبوط. اضرب لي سالب 3 في الواحد يبقى سالب 3 في 1، بعد كده اضرب لي السالب 3 في السالب 1 زائد سالب 3 في سالب 1، سالب 3 في سالب 1. انتقلت على اللي بعده قلت الكلام ده كله لازم يساوي صفر. سالب 3 في 1 بسالب 3، بعد كده زائد سالب 3 في سالب 1. حطيت ال3 لان 3 في 1 ب3. جت الاشارات مش عارف اعمل ايه، قلت ان بالضروره احط هنا موجب عشان يبقى هنا خسر 3 وهنا كسب 3 والنتيجه النهائيه تكون صفر. الموجب دي محطوطه ضروره، ما ينفعش تحط هنا سالب. لو حطيت هنا سالب يبقى هنا خسر 3 وخسر 3 يطلع لك الناتج سالب 6 او خسر 6. الناتج النهائي ده منطقي مع ده. ممكن مساله ثانيه اكون انا مديك سالب 3 ناقص 3 تقول لي سالب 6، دي مساله ثانيه مالناش دعوه بيها. 68 في 24، 68 على 68 في 24، حاجه زي دي نحلها ازاي؟ طب اكرر ده العدد ده من المرات، يعني هكرر ده واكرر ال8
4 مرات، بعد كده هتكرر ال8 20 مرة. يبقى انت هتكرر ده كله هذا العدد من المرات. يبقى هتكرر ده الأول هذا العدد، بعد كده هتكرر ده هذا العدد، هتكرر ده هذا العدد، يعني هتكرر 4 بعد كده هتكرره 20، 4 بعد كده هتكررها 20، كرر ال60 4 بعد كده هتكررها 20. 8 في 4 يعني 8 في 2 زائد 2 زائد 8 في 20 يعني 8 في 10 في 2 أو 10 زائد 10 زائد 60 في 4. هكرر 60 4 مرات تبقى 60، هكررها مرتين زائد مرتين، أو هكررها 2 2 في 2 ب4، هي 2 في 20 يبقى 60 في 20. نكمل 8 في 2 ب 16 زائد 8 في 2 ب 16، 8 و8 16 يعني 8 في 2 ب 16 زائد. قلنا هنا 8 في 20، قلنا ال 20 عبارة عن 10 و10 أو 10 في 2 يعني دي 80 في 2. زائد هنا نفس الكلام، ال60 ده عبارة عن 6 في 10 يبقى 6 في 10 في 2 زائد 6 في 10 في 2 زائد 60 عبارة عن 6 في 10 بعد كده في 20 عبارة عن 2 في 10 بتساوي 16 زائد 16 زائد 80 في 2. 80 دي ممكن احللها ان هي 50 و30، عايز اجمعها تاني فاقول 50 و30 كررها فاضربها في 2، 55 100 و30 و30 60 تبقى 160. ممكن تفكر فيها ان ال8 دي هي اللي بتتكرر فتبقى 8 و8 16 ونحط الصفر، تقول هنا ال8 دي مع ال2 دي ف 8 في 2 ب 16 وتحط قدامها الصفر بتاع ال10 يطلع لك 160. تعالى هنا 6 في 2 ب 12 في 10 حط الصفر زائد 6 في 2 ب 12 في 10 حط الصفر زائد 6 في 2 ب 12 في 10 حط الصفر 10 حط الصفر كمل. 16 دي عبارة عن 15 زائد 1 و16 دي عبارة عن 15 زائد 1. 160 عبارة عن 150 زائد 10 وال 120 دي عبارة عن 20 زائد 100 زائد 120 دي عبارة عن 20 زائد 100 وال 1200 دي خليها زي ما هي. ده مع ده ب 30 وده مع ده ب 32 يبقى 32. اصلا ان 4 في 8 ب 32 اعملها على الآلة 150 و100 250 ودول مع بعض ب 30 و20 و100 يبقى 120 وعندك هنا ال 1200 بتاعنا يساوي ال 30 مع ال 120 بيدوك 150. فانت ممكن تشيل ال 30 دي خالص وخلي دي 150. جمعت ال 30 على 120 32 زائد 200 350 400. 200 ده عبارة عن 200 زائد 50 200 من هنا مع ال 100 من هنا تبقى 350 و50 تبقى 400 زائد 1200 1200 زائد 400 يعني 1600. تقدر تحط ال 400 هنا كده تجمع صفر وصفر 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 و2 و4 بس امشي زي ما انا بقول لك افضل تجنبا للحاجات اللي هتتحط فوق اللي قد تلخبطك. الطريقه المظبوطه اللي هي طريقه التبسيط هي الاصح، يعني كلهم صح بس هي اللي قدام هنستعملها في الرياضات عموما. هنا 1200 و400 يبقى 1600 عندك هنا 32 يبقى 1632. تعال نشوف على الآلة 68 في 24 1632. فبالتالي هو فعليا ما فيش جدول اسمه جدول 68 او كده، ولكن انا بضرب الاعداد. ما ينفعش تحفظ جدول الضرب من غير ما تكون عارف ازاي تضرب الاعداد المانوال او بالايد واروح حافظ جدول الضرب. الآلة الحاسبة هتوفر عليك وقت، الآلة الحاسبة مش بديل عن ان انت تتعلم. يعتبر لحد هنا كده الفيديو خلص، والجزء اللي جاي ده توضيح لنقطة مهمة جدا